السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أعزائي من كل مكان، عدنا إليكم في حلقة جديدة. اليوم عندنا حلقة غريبة كذا، حتكون اختبار كروي. حنحذر اللاعب اللي لعب مع الفريق هذا، حذر الفريق اللي لعب فيه اللاعب. يا سلام، نبى نحذر كم. حتشوفوا المقطع فهي بنلزقه. نروح مع أول لاعب يا جماعة الخير. طبعا أول لاعب حنوقف، بعدين ما حنصير نوقف إن شاء الله. طيب guess which club the player has played for. اوكي كم او اي فريق لعب لدروجبا. طيب نحن دروجبا اتذكر على ايامي يعني. كان يلعب بتشيلسي ولعب بجلاتا سراي. لعب في ليل، والله ما ادري الصراحه. حنقول يا جماعه الخير انه لعب بجلاتا سراي وتشيلسي اتوقع. وفي كمان شيء والله ما ادري وين لعب دروجبا يا جماعه الخير، لكن نمشي كذا نشوف وين دروجبا لعب. انا حاول جالاتا سراي تشيلسي، هذا شيء اكيد. اوكي وليل الفريق الاول، ما ادري ايش حاس ليل لعب فيه. طيب يا سلام، لا ايزي ان شاء الله. اذا هيك حنحقق القاب مع بعض. اوكي وين روني يا جماعه الخير؟ لعب لجالاكسي اللي هو الفريق الاول، ومانشستر وايفرتون. يا سلام، خلينا نشوف كذا. زبدونا على طول. اوكي كون جويرو. يا جويرو. اوكي جويرو لعب للسيتي والفريق الثاني اتوقع، يعني واحد واثنين هيك شيء. دقيقة، اجويرو لعب لاتلتيكو مدريد؟ بالله عليكم والله انا صراحة ما كنت اعرف. اوه الغزال. طيب الغزال لعب لبرشلونة ولعب لارسنال، بس هذا اللي عارفه الصراحة يعني. انا هيك ما اعرف شيء. ولعب اليوفي. لا عاد اليوفي اصلا فريق مهم بالحياة دي. نروح عنا يا جماعة الخير. بيرلو لعب لميلان اصبر شوي، ايش في طاير هذا كأنه. حيلعب لعب بميلان. لا ما لعب بميلان. بيرلو لعب بميلان ولعب يوفنتوس ولعب بنتر. لا ما لعب بنتر، اجل لعب بميلان ويوفنتوس وال اي جالاكسي. والله حاس مان سيتي، لكن نروح مع دول الثلاثة اللي هو 4 5 6. ثلاثة. هذا لعب مع الانتر وميلان وش اسمه يوفنتوس. يا ساتر، مشي الحمد لله. والله شوي يعني عم نجيب صح وعم نجيب غلط بنفس الوقت، الحمد لله. عندك كاسياس. اوكي كاسياس لعب بسبورتنج لشبونه وريال مدريد وبورتو. ما ادري ايش كذا لا ولعب بورتو وريال مدريد، سوري ما دخل سبورتنج لشبونه. ايوه بس ايوه الحمد لله هذا هو صح يعني كذا. اوكي رونالدينيو لعب ب باريس سان جيرمان اسمه والله لا احكي. لعب باريس سان جيرمان والفريق الخامس هذا وبرشلونة. اذا يعني عاد ان شاء الله يكون صح يا رب. يا سلام، عمالكم لعيب بالفطرة. انا كانوا يسموني اصلا، انا موجود جماعة الخير ب 1900 لا امزح. نشوف بيتر تشيك. يا سلام يا تشيك. عاد تشيك لعب بفيكتوريا بيلزن، هذا شيء طبيعي لا امزح، وتشيلسي وارسنال. لعب فيكتوريا بيلزن اتوقع وتشيلسي وارسنال. تشيلسي وارسنال ما يحتاج فيكتوريا. ما اعرف ايش حسيت فيكتوريا بيلزن كذا يعني، بس انه اوكي. اشلي كول. هذا مين هذا؟ اشلي كول. دقيقة، اي اشلي كول. طب اشلي كول لعب مانشستر يونايتد ولا ما لعب مانشستر؟ والله ما اعرف. اتوقع لعب مانشستر. اشلي كول لعب مع الارسنال او ما تشيلسي وارسنال. اوكي نايس حلو. او انا تشيلسي وارسنال ما كان قصدي اوت. فيليب لام يا جماعة الخير لعب مع بايرن ميونخ، يعني هذا الفريق اللي بعرفه. بس حنقول بايرن ميونخ، نشوف في فريق ثاني. بس انا هذا اللي اصلا فريق تحت ما يحتاج. طيب يا جماعة الخير ديفيد فيا اللي لعب في فالنسيا واشبيليا وفي ريال اتوقع. والله وين لعب؟ الحمد لله ولا شيء صح. اوكي هاي اتوقع اعرف. عندنا جيرارد لعب بليفربول وجالاكسي ولا نيويورك. لا اوكي جالاكسي. حلو صح لحد حاليا. ما ادري كم صح الصراحه. عندنا زين الدين زيدان لعب اليوفي وريال مدريد. والله لا احكي اقسم بالله انت سريع الوقت 7 ثواني ايش لحق. لعب يوفنتوس وريال مدريد واولمبيك ليون. مو صح هيك؟ هذول الثلاثه يكوروا ورا بعض. اولمبيك ليون. بنزيما اللعب اولمبيك ليون اتوقع، والله ما ادري. طيب تشافي لعب بالسد القطري. سد دحيل السد ولا الدحيل، والله فريق قطري. هذا الرقم 3 وبرشلونة و مين كمان اتوقع اسبانيول يا جماعه الخير. اتوقع اذا ما خاب ظني اول 3 كذا، اول صف على اليسار كله.
ليه بيحطوا لي اثنين طيب؟ مين؟ سامويل ايتو. طيب ايتو وين لعب؟ ايتو غير برشلونه وتشيلسي. برشلونه تشيلسي، انا حاول برشلونه تشيلسي لانه ما بيحب يتفزلك بس. وايفرتون. اوكي. لامبارد لعب بتشيلسي ومانشستر سيتي وجالكسي، هذا جالكسي الاي جالكسي. بس اتوقع هذول الفرق اللي لعبوا فيه. والله ما لعب بالاي جالكسي يا جماعه الخير، والله ما لعب. اوكي زابي الونسو لعب بمانشستر مانشستر بايرن ميونخ وريال مدريد. بايرن ميونخ وريال مدريد وليفربول. ما احد مهتم الصراحه انه لما كان يلعب اليورو. اريان روبن لعب شو اسمه بي اس في، هذا هوفن هذا، ولعب ببايرن ميونخ وريال مدريد. ولعب مع الانتر، لا ما اتوقع لعب مع الانتر، بس اياكس ولا لا اول ثلاثه ايوه يا سلام لعيب اقول لكم. باتريك فييرا موشي كول سوري. باتريك فييرا لعب باليوفي ولعب مانشستر يونايتد، مو صح؟ ولا انتر، لعب بالانتر والمانشستر. ايوه يوفي مانشستر، الحمد لله الحمد لله الذاكره لسه موجوده. فرانشيسكو توتي عاد يعني ما لعب الا بروما، فاتوقع روما ولاتسيو، ما ادري روما ولاتسيو. روما بس، ما يعني ما لعب الا بروما، بس قبل روما ما كان في حدا. اوكي شفاينشت لا شنايدر لعب جالاتا سراي. دقيقة والله بحكي. جالاتا سراي. ولعب وين كمان لعب؟ والله ما ادري صراحة، انا اقول جالاتا سراي بس صراحة نسيت الفرق الباقي اللي لعب فيها. ما حدا مهتم انه لعب بريال مدريد، ما حدا مهتم. اوكي كاكا لعب بالفريق الرقم 4 وريال مدريد شو اسمه ميلان، اول يسار، كل يسار على اليسار. ايوه اوكي. الفريق ترى اللي لعب فيه ترى البرازيلي لعب فيه، انا متاكد مليون من فيه. لو ما لعب فيه لعب الا لعب مباراه وديه حتى، بس لعب. اوكي ماريو مين هذا؟ جودز لعب هذا يا جماعه الخير، لعب ببايرن ميونخ والفريق الرقم 5 هذا، والله ما اعرف ايش اسمه، بس هذيك انا هذول اللي بعرفه. يا ايش ما يحتاج كان يلعب فلورنتين. مش لناس قبل فتره تحدي في اس بي سي. اوكي ابغى احكي يا شباب. هذا لعب بتشيلسي واتلتيكو مدريد لعب مع اس ميلان، والله ما ادري، لكن لعب مع تشيلسي واتلتيكو مدريد ليفربول 4 5 6 اللي هو فرناندو توريس. يلا بابا كريم يا شيخ، قلت لكم لعب بس ميلان، بس ما يعني كذا حسيت انه غلط احكي. مانزوكيتش لعب مع بايرن، ولعب هذا مانزوكيتش لعب مع بايرن. بس ما يحتاج الفرق الباقي في فريق ثاني، ما يحتاج. صح لعب مع اليوفي. باتريك فييرا عاد لعبتي. لا بس باتريك فييرا لعب مع مين؟ مع ارسنال، هذا اللي معروف، ارسنال وبس. ارسنال ونابولي مو لا. لعب مع السيتي، انا اول مره اعرف. شيفشينكو اللي اعرفه لعب مع الشختار الاوكراني، ولعب مع مين؟ السي ميلان وتشيلسي اتوقع. شيفشينكو مو لعب مع السي ميلان يا جماعه الخير، ولا ضارب المعلومه؟ انا حاقول الاوكراني ذا والسي ميلان، الا ما يكون لعب مع برشلونه، ما ادري ايش حسني. ما لعب باوكرانيا، لعب شيفشينكو باوكرانيا الا لعب صدقوني انا بعرف والله يا جماعه الخير انه هذا كذاب، انه شيفشينكو لعب في اوكرانيا، انا بعرف. ما كلوزا ايوه كلوزا. كلوزا لعب للفريق الثالث، مش شختار، لا شختار هذا، لا هذا شو اسمه شالكه، لا لعب لولفسبورغ هيك شيء، وبايرن ميونخ لعب واتوقع لعب لبوريسيا، بس بوريسيا حنشيلها لانه انا الصراحه ناسي شوي. اصلا لعب لبايرن ميونخ، لا لعب. اوكي فان بيرسي عاد لعب هذول الستة كلهم. لا فان بيرسي لعب مع الفريق الثالث والثاني اللي هو مانشستر يونايتد وبي اس في هوفن هذا، وارسنال، والسادس هذا، ولعب مع فينيرباهتشي لكن مو بشكتاش. اوكي لعب مع اياكس، لا والله ما جماعة الخير ما لعب مع هذا الفريق اللي هو رقم 3. صدقوني كان يلعب معه، انا كنت اعرف، فانا كنت ادربه. بس انه عن جد كان يلعب. اوكي هذول 3 كويسين جدا، 3 من ميشيل بالك. طبعا يا جماعة الخير ميشيل بالك ما كنت اعرفه الا من فيفا.
فحنقول ميشيل بالك لعب بتشيلسي ولعب بتشيلسي وبايرن ميونخ بسك اتوقع تشيلسي بايرن ميونخ اتوقع بسك ما في شيء ثاني بايرن ليفركوزن. داليما عاد هذا لعب مع كل الانديه حتى بقى يجي يلعب معي بالالتيميت تيم وخلص بيكون خلص الفرق كله. داليما لعب لا لعب مع اس ميلان وانتر ميلان وبرشلونه وريال مدريد بس انا ما اعرف ليش ما جابوا ريال مدريد. فهنا عندنا اس ميلان انتر ميلان وبرشلونه واتوقع الفريق الاول بس الفريق الاول لعب معه بايام شباب. يا سلام سفقوني يا جماعه الخير احتاج تبقى كده. شكرا الله يسعدك. عندنا راؤول جونزاليس لعب مع ريال مدريد ولعب مع لي جالاكسي اتوقع. اوه هذا اخر مره سمعت عليه لما كان في كاس العالم 2014. طيب هذا لعب مع بوريسيا دورتموند ولعب مع تشيلسي اتوقع يب سلام وبايرن ليفركوزن والله نسيت. عندنا ديكو يا جماعه الخير. عاد ديكو بحبه كثير الصراحه لكن مو فيفا هذا. فلعب لبرشلونه ولعب لبورتو او بنفيكا والله. بورتو والله اي والله. اوه كارلوس تيفيس هذا لعب للسيتي ولعب للفريق الاول ولعب لاتلت شو اسمه اتلتيكو مين. لعب للسيتي يا جماعه عشان اوقف لانه مره سريع الوقت. لعب للسيتي ولعب للفريق الاول ويوفنتوس ولعب لمانشستر يونايتد برضه. فعندنا 1 2 5 6. والله انه كذا اقسم بالله انهم اكذب ناس في العالم. بوكا جونيورز هذا لعب معهم تيفيز لعب باخر مسيرته. هنا حسب يا جماعه الخير ما انا مالي دخل ماني راضيين عن النتيجه. كذابين. لعب حكيته صح انا يا جماعه. بيكم عاد بيكم لعب لباريس سان جيرمان ولعب لنيويورك سيتي وريال مدريد ومانشستر يونايتد. اي سهل عاد. ايوه لا اللي تعليقات الله يجزاك خير وانا جبته صح يا جماعه الخير وانا عارف. طيب يا جماعه الخير جبنا لكم فيديو ثاني كذا عشان نستمتع بالحلقه وتكون حلوه وطويله باذن الله يعني. عندنا اول لاعب زين الدين زيدان عاد معروفه لعب بريال مدريد ونيوكاسل. لا امزح ريال مدريد بس الصراحه هنا اتوقع بس فريق واحد. هنا حتكون علي ان شاء الله اسهل يعني يا رب. اوكي اللاعب الثاني عاد رونالدينيو لعب مع برشلونه. رونالدينيو لعب مع برشلونه. يا سلام ايوه. اللاعب الثالث يا جماعه الخير تيرو هوري لعب مع ارسنال وكان صراحه افضل لاعب احبه صراحه ولهلا احبه تيري هنري من اللاعبين المفضلين عندي. رقم 4 دروجبا لعب مع تشيلسي ولعب مع جالت سراي. لا واحد بيد بس تشيلسي لعب مع تشيلسي والله شيء طيب الحمد لله لحد حاليا 4 بدون غلطه مو مثل هذاك هذا بيحط اشياء من عنده. ديل بييرو لعب مع اليوفي هذا شيء قديم معروف. هوش لي اوكي لعب مع اليوفي ديل بييرو حبيبي والله. نروح مع شيفشينكو يا جماعه الخير لعب باي سي ميلان ولعب بتشيلسي بس اوكي نايس جبنا لنا الاثنين يا سلام. هذا الشيء يا جماعه الخير ماشيين الحين 6 بدون غلط الحمد لله. تشافي الونسو تشافي لعب ببرشلونه لاعب كبير كان من افضل اللاعبين اللي بخط النص برشلونه. لاعب 8 كاكا لعب ب ريال مدريد واي سي ميلان. هلا هيك حيعطوني نقطتين اليوم ولا. يا سلام يا جيل ايوه بس ريكاردو كاكا. رقم 9 لعب اللي هو اجويرو لعب للسيتي بس السيتي ما في فريق ثاني. اوكي يا سلام لحد حاليا ماشيين صح. وفيران توريس لعب لاتلتيكو مدريد بس اللي هي هون. سلام هيك ايوه سالين جولة الخير 10 بدون 10 مرات 10 جولات بدون ما اخسر. ايش هذا مدرب هذا. المهم حنقول تشيلسي بس لو حاطين السيتي كنا حنقول سيتي وتشيلسي يعني ما في سيتي. لاعب رقم 12 شنايدر لعب بريال مدريد واي سي ميلان وانتر ميلان كمان بس اتوقع اي سي ميلان وريال مدريد. عنا جارث بيل ازبل موهبه كانت صراحه فحنقول سي واللي هو توتنهام ولا هو ما استثمر في حاله لكن هي موهبه زباله برضو. عنا هنا داني ألفيز يا جماعه الخير لعب لباريس سان جيرمان مع نيمار كان يلعبوا مع نيمار اتوقع ب 2018 او 19 هيك شيء.
نيجي اوه توتي عاد العشق عنده اللي هو روما. الرجال مع روما من 2000 و 1900 من قبل ما نولد انا. اوه بيكهام لمانشستر يونايتد وريال مدريد. كديول برشلونة. يا سلام لحد حاليا ماشيين صح. وبيرلو لليوفي. عاد هذه سهلة كثير يا جماعة الخير، مو تذيك لا امزح هذيك اسهل كانت. بس سهلين صراحة، ما في شيء عليه صعب، وانا كاتب هارد يا جماعة الخير يعني صعب ابا، لكن ما في شيء صعب الحمد لله. ارين روبن لعب لبايرن ميونخ الحمد لله، هذا شيء يعني كويس مرة. اوكي ستيفن جيرارد لعب مع ليفربول ودرب ايفرتون، لكن ما لعب بايفرتون، لكن لعب مع ليفربول. عن اسطورة ركلات الحرة روبرتو كارلوس ريال مدريد. الصراحة يعني هذا شيء سهل يعتبر، ما انه صعب. لحد حاليا يا جماعة الخير 22 جولة ولا غلط. بلك لعب مع تشيلسي وبايرن. يا سلام يا سلام، عاملكم يا جماعة الخير اسطورة في التحديات هذه. عندنا بويول صخرة برشلونة. برشلونة اكيد يعني، مو صخرة برشلونة يطلع ريال بيتيس، لا اكيد برشلونة. 24 جولة ولا غلط ولا غلط. لويس فيجو الحرامي النصاب. ريال مدريد. وعندنا ايش في عندنا زانيتي وحاطين الانتر، طيب لابسينه نفس البلوزه اللي انتر ميلان اكيد يعني. وات ايش اللي يكون مرت علي وانا ما شفت، والله ممكن في لاعب مر علي وانا ما عرفته. اوكي هذا مين؟ ديدا. ديدا مين؟ ديدا ليفربول. ليفربول هي اكيد. مين ديدا؟ انا ما بعرفه. والله يا جماعه الخير اللاعب ما اعرفه الصراحه. اوه مارك اوين هذا عارفه. هذا مين كان يلعب؟ مانشستر يونايتد او ارسنال؟ ده شيخ مانشستر قصدي ريال مدريد يا اخي، تلخبطت لانه تاريخ ريال مدريد وارسنال نفس الشيء. عندنا ديفيد فيا يا جماعه الخير لعب لبرشلونه 2009 2012 2011 و2010 و2013. اتذكر وكنت على فيفا 2013 كان موجود كارتو كان رهيب. عندنا وين روني لمانشستر يونايتد اكيد. حاليا ماشيين صح يا جماعه الخير. مالديني للحب حقه اي سي ميلان. الصراحه يعني مالديني من افضل المدافعين في العالم بعد راموس. عندنا هنا هذا اللاعب اللي بليدز يونايتد، والله ما عارف اذا بيلعب بليدز يونايتد ولا لا، بس هذا اللاعب يا جماعه الخير إله هيرو كرت بفيفا. فعشان هيك صرت عارفه الحين. سامويل إيتو يا جماعه الخير لعب بتشيلسي وبرشلونه. كان برضه من ايام جميله الصراحه، كنت طفل هيك قدي. كنت تابع برشلونه وطفل هيك قدي. المهم شيء طيب لحد حاليا. فاندر سار عاد حاطين صوره بلوزة يونايتد وهو لعبان في مانشستر يونايتد، كويس. كان من افضل الحراس كمان بفيفا. اوكي عندنا جون تيري تشيلسي، والعشق حقه تشيلسي كان صراحه. جون تيري من اللاعبين الصراحه اللي ما اعرف ايش هالموهبه زباله. لا امزح، كان من اللاعبين حلوين صراحه. راؤول لريال مدريد. في فريق ثاني لعب معه ريال مدريد اتوقع، بس انا هذا اللي بعرفه. اوكي شيء طيب. نيجي لسكولز. اوه يا سكولز مانشستر يونايتد. سكولز لعب مع مانشستر يونايتد. وإكزابي ألونسو لعب مع بايرن ميونخ وريال مدريد. كذا صح 100 100 يا عم الحاج، اديلي نايس. انيستا لعب بالنصر، لا امزح. لعب ببرشلونة ومن افضل لاعبين خطوط الوسط وغصبا عن العالم كله. اليوم بتكون خلصت حلقتنا اليوم يا جماعة الخير، حلقة خفيفة لطيفة كده ان نغير جو شوي عن فيفا بس نضل في كرة القدم. فإذا عجبتكم الحلقة تقصوا معنا في اللايك سبسكرايب الجرس. نشوفكم في يوم آخر أو لقاء آخر. إلى اللقاء.